من هي رشا خياط السيرة الذاتية؟ عمرها، أصلها، تاريخ ميلادها، برجها الفلكي، وزواجها من الإعلامي محمد الطميحي. اكتشفوا القصة الكاملة الآن. تعتبر المذيعة رشا خياط واحدة من أبرز الوجوه الإعلامية في قناة العربية، حيث عرفت بإطلالتها المميزة وأسلوبها الراقي في التقديم. ولدت رشا خياط في 8 سبتمبر 1988 ميلادية، أي أن عمرها الحقيقي حتى عام 2025 هو 37 عاماً. تنحدر رشا من أسرة سعودية معروفة، فهي ابنة لأب سعودي وأم سعودية، ودينها الإسلام. أما والدتها فهي ناهد ابنة الفنان السعودي الكبير طارق عبد الحكيم. دراستها وبداياتها الإعلامية. درست رشا خياط الإعلام في الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت طالبة مجتهدة وطموحة، وتميزت بذكائها الحاد وقدرتها العالية على التحصيل العلمي. كذلك حصلت على شهادة إتمام دورة أسس التواصل للقائد الناجح من معهد إنسياد العريق. بعد تخرجها، تم اختيارها لتكون مقدمة برنامج صباح العربية على قناة العربية، وهو أحد أبرز البرامج الصباحية التي يتابعها الملايين يومياً. وقد أثبتت رشا حضورها القوي وأسلوبها المميز، ما جعلها من أفضل المذيعات في القناة. كما عملت أيضاً كمحررة وكاتبة في نفس القناة. حياتها الشخصية وزواجها. تزوجت رشا خياط من زميلها الإعلامي السعودي محمد الطميحي، الذي يعمل أيضاً في قناة العربية منذ عام 2008، ويعرف بتقديمه لبرنامج صناعة الموت. ويقيم الزوجان حالياً في الإمارات العربية المتحدة. وقد تصدر عناوين الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بعد موقف طريف ورومانسي، حين فاجأ محمد الطميحي زوجته رشا خياط أثناء بث مباشر على قناة العربية، واصفاً إياها بالنجمة على الهواء مباشرة، وهو ما أثار تفاعلاً واسعاً بين الجمهور. إنجازاتها وحضورها الإعلامي. تعرف رشا خياط بكونها شخصية استثنائية في المجال الإعلامي، إذ جمعت بين الأداء الراقي والثقافة الواسعة، كما تحظى بشعبية كبيرة عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وإنستغرام. السيرة الذاتية للمذيعة رشا خياط. الاسم: رشا خياط. تاريخ الميلاد: 8 سبتمبر 1988. العمر: 37 عاماً حتى 2025. مكان الميلاد: المملكة العربية السعودية. البرج الفلكي: برج العذراء. الديانة: الإسلام. الجنسية: سعودية. المؤهل: بكالوريوس إعلام. المهنة: إعلامية ومقدمة برامج. الزوج: الإعلامي محمد الطميحي. مكان العمل: قناة العربية. بلد الإقامة: الإمارات العربية المتحدة. إذا أعجبكم الفيديو، لا تنسوا الضغط على اشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد عن أبرز نجوم الإعلام والمشاهير.